ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهارده كده احلى صينيه بطاطس باللحمه، جميله جدا ودايبه. وبصوا البطاطس ماسكه نفسها ازاي، يعني هتستوي معاكي على طول كده في نص ساعه، مش هتلاقيها هتاخد معاكي وقت. اول حاجه كده عندي كيلو لحمه. بصي اللحمه دي كده نوعها انتركوت، بتبقى حلوه جدا في الصينيه. بتقطعها كده شرايح. هنجيب كده التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل، وكمان معلقه من الكمون ومعلقة من الكزبرة. التوابل دي حلوة قوي، وعشان تستوي معاكي برضو بأسرع هنحط معلقة سكر بالشكل ده، وهتتبليها كده على طول، وهنسيبها نص ساعة لحد ما نشوف بقى الخضار اللي هنقطعه في الصينية هيكون ازاي. الخضار بقى اللي معايا، هنجيب كده بقى حلقات من البطاطس متقطعة بالشكل ده، وكمان طماطم وفلفل انا جهزتها على طول، وكمان حلقات من البصل بنفس تقطيعة البطاطس والطماطم وكل حاجة. هنجيب كده الصينية بالشكل كده، ونوزع البصل الأول، وبعد كده الفلفل، وبعد كده هنحط شرايح طماطم. اعرفي الرصة بالظبط عشان تطلع معاكي ممتازة. تمام كده. وهنحط كده كمان البطاطس بقى، كمية البطاطس اللي انت عايزة تحطيها نحطها مرة واحدة، وبعد كده هنعيد التجربة تاني. هنرش عليها معلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة، ومعلقة من الفلفل الأسود، الملح والفلفل الأسود. تمام كده. ومش هنقلبهم، هنحط بقى طبقات الفلفل والبصل والطماطم زي ما حطينا في الأول بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد ما اخلصها خالص بقى هكون مطلعة اللحمة وجاهزة عندي. تبتدي ترصيها بالشكل ده، ونكون مجهزين مية سخنة بتغلي علشان احنا مش هنحط فيها طماطم معصورة، هنسويها بالشوربة. تمام كده. هنزل بقى بطبقات الطماطم والفلفل والبصل على الوش كده تدينا شكل حلو، وتكون المية السخنة عندنا جاهزة بالشكل دوت. هننزل بيها بقى في الصينية بالشكل ده، مش هتقلبي ولا اي حاجة، هي كده هتستوي كلها ببعضها، وهتخش الفرن على 180. مش هتاخد معاكي ساعة بالظبط، وهتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. بصوا طبقات اللحمة جميلة جدا ودايبة، حتى البطاطس حلوة جدا، دايبة جدا وماسكة نفسها، ولا قلبنا فيها ولا أي حاجة. لو عايزة مية معاكي تاني حطيها. وكمان اللحمة معايا دايبة جدا. يا رب يكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، وما تنسوش اللايك.